شاء الله إلى وصلنا مدينة زايد، والحين إن شاء الله متوكلين إلى ليوة. يا جمال الطبيعة في هذا البر الجميل. اللي يميز ليوة دائما هي ليوة جميل فعلا، وهذا ما يميز ليوة. فيها عراقيب وايد ما شاء الله، عراقيبها جميلة جدا. يعني وين ما تحصل قطعة نظيفة توقف وتنقل، ما عندك مشكلة، المكان كله نظيف. اللي يبغى يجي ليوة ويرتاح وينبسط في ليوة يطلع برع ليوة، برع تل مرعب. يعني تل مرعب هو المكان الوحيد اللي فيه العالم، اللي محتضة فيه العالم وفيه المهرجانات والناس كلها. لكن برع تل مرعب المنطقة تراها يعني هادية نوعا ما. كل ما بعدت من تل مرعب وانت امورك في الروب. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الاماكن كلها اللي هي فعاليات. الشارع فاضي، لكن بعد المغرب الشارع كان ما في مكان واحد يرمى. وصلنا مخيمنا، نشوف الامور كيف هنا. هذا طبعا اجرناه من اخونا فهد مسعود، اجرنا من اخونا فهد سعود. سووا له خيمه قاعده هناك قاعده، هاي حق عائله. هذا الكرفان. الله يحفظكم ان شاء الله. ما شاء الله شباب قاعدين مطفين يفننون، كل بطريقته. هذه طبعا كل واحد يحصل على ارض عن طريق الاونلاين، يدخل على الاونلاين ويعطونا الارض اللي هو يباها، المساحه اللي يباها، ويدفع رسوم بسيطه جدا يعني، ويحط الكرفانات الشباب في كل مكان. حتى الاشقاء القطريين موجودين شاركين ما شاء الله في ليوة، نسوي لهم خيمات ايضا. الاجواء كلها واحد، وقطر وعمان والكويت والسعوديه والبحرين كلنا اجواءنا واحده، كلنا دول الخليج، عاداتنا وتقاليدنا واحده طبعا، ما في فرق. نتشارك في الاحزان والافراح. بعد العصر تغيرت 90 درجه المنطقه هذه، ما كانت مزدحمه شوارعها، الحين شوف لان الناس هذه الموجوده هنا اكثرهم شباب لحد الصبح وهم سهرانين لين الساعه 7، يرقدون الساعه
7 8 الصبح عادي يرقد. ينش وايد ينش متاخرين، فالعصر ما يتواجدون بكلهم، اغلبيه يكون نايمين الا العوائل بس تشوفوا في الشوارع، الناس العاديين. يا سلام، وصلنا عند عزبة الغنامي. هلا محمد، هذا ملك الشاي. عمر وسواس، شحالك الغالي؟ منورة فديت روحك، منورة بأهلها، بس ما شاء الله السنة وايد معدلين. لازم الشباب زادوا هاي السنة. زادوا هي. نعم. اشوف مواتر غريبة مال سباقات. ضرب دراجات. هاي الدراجة بعد. هاي العام ما كانت موجودة، شايفينها العام؟ الألعاب النارية الساعة 8 كل يوم تبتدي مدة 5 دقائق. ما شاء الله فعاليات جميلة جدا. السنة الجو للأسف الشديد ما كان بارد وايد، يعني فكرنا انه بيكون الجو بارد، لكن للأسف الشديد البرد بعده شكله ما دخل علينا في الإمارات. يا سلام، الأجواء جميلة، برد جو، والحين بدينا يعني نحس إن فعلا الجو بدأ يتغير ويبرد. يا سلام، شو الخدمات هاي الجميلة، شو الخدمات الجميلة. جاسم، يا سلام، حاضرين يا ابو سعيد، كلنا ابو سعيد، الله يسلمك. كنا نتمنى انه يكون موجود ابو محمد. ابو محمد شو اسمه، اظني راح يجينا ابو محمد هالسنه، جايب له فندال بعد. اوه، يبي له كل شيء، جايب له فندال. محمد يعني لكن راحت عليه، يتشرط لكن يستاهل. شو اسوي؟ صافي يبي له بعد. صافي حتى صافي يا يبي له صافي ومويه. صافي. لا مستحيل. شو اسوي؟ كل شيء وفر. يمكن ما يدري انه يبي له هو. كل شيء قايل له يبي لك، وذبايح والخير الحمد لله، وكل شيء موجود. كل حق ابو محمد. ابو محمد يستاهل. الاصوات هاي مستحيل واحد يركض، بس كلها يوميا الواحد يتعود. النوم ما في، مستحيل. هذه اجواءنا الجميله. شو شيء بعد؟ حرك جانب من مخيم الشباب، وانا اول مره اشوف هذا النوع من الخيم. جميلات والله، لكنهن يعني يشيلن يعني عدد 3 اشخاص رابطين، يعني حق غيلوله زينات هذيلا، يصلحن حق غيلوله. عشان جاوبك انا ما اعرف شو اساله. هذا ابو عابد، مهندس السندويشات. ابو عابد ما شاء الله عليك. ابو عابد تحولت ما شاء الله ايوه الى مركز تجاري في منطقه تل مرعب. تحولت تجاريه كامل شباب. اي واحد عنده اي محل تجاري
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. مرحبا من ريال. يا صالح حوسني. صالح حوسني ما شاء الله. صالح مشارك في تل مرعب. نعم. شو عندك؟ عندي مروج. عندك رحلات. عدة رحلات ما شاء الله. هذه جديد المحل لأن أول مرة سمعنا الاسم هذا، ما مر علي الاسم أبدا. احنا فاتحين من سنة 2008. 2008 نعم. ولا سمعنا عنكم. وين موجود في أبو ظبي؟ موجود في الشهامة الجديدة. في الشهامة. عندنا خياطين وعندنا شو تبغى موجود حق الرحلات. كل شيء. كل شيء متوفر. وخيايطك عندك؟ نعم خيايط موجودين وكل شيء. كلهم عندك في المعمل كامل. نعم. وانت تسوي صحيح. يعني كله تصنيع محلي. سليباقات، سليباقات، فرشات، كله تصنيع كراسي، محلي. كله تصنيع محلي. ما في شيء من برا. هذا 90% تصنيع. هنا. بنشوف شو داخل عندك. شو صالح الحوسني يقول لي يعني ما شاء الله تبارك الرحمن اكثر الاشياء اللي عنده هو تصنيع محلي. عندهم ورشه في ابو ظبي الشهامه. وهاي الفرشات كلها تقريبا السليباقات وهذا كلها تصنيعها محلي عندهم في الشهامه. وكلها يعني اللي يبغى اي شيء من الاشياء اللي هي موجوده في هذا المحل راح يلاقيها. اذا ما لقاها في مرعب بعد مرعب راح يلاقيها ان شاء الله في محلهم اللي في الشهامه. صالح محلك في الشهامه وين مكانه؟ الشهامة الجديدة طريق برياس من خلف مقابل حديقة. جابر الحديقه. نعم. ان شاء الله مرك لازم نمر لان نحن هذه المحلات هي اللي تستهوانا نحن. هاي الاشياء اللي نحبها نحن ان شاء الله بنمر عليكم باذن الله. وناخذ لنا شيء من هالاشياء الجميله اللي يسوونها. هذه فرصه جميله حق اي واحد يبغى يروج عن اي منتج لن يفتح له محله. هاي منطقه المطاعم الزون. المطاعم كلها طبعا المطاعم كلها مجابله اللي هو العربوب هذا التصعيد. ما شاء الله شباب طاقة مصرين انهم يصعدون حتى في وقت متأخر ما عندهم اي مشكلة. ساعة ليون. طب وتخير في ليوة. طب وتخير كل انواع الكوفيات والمطاعم المقاهي محلات تجارية. وتخير كل شيء موجود. مندي موجود، مغبي موجود، كله موجود. هذه منطقة خدمات. المنطقة هاي كلها محلات تجارية، كلها مطاعم كوفيات ومحلات تجارية. الساحة كبيرة جدا. جيت بشرب لي شاي خدري عند هذيل الشباب. السلام عليكم. السلام. شو عندك شاي؟ انا عندي شاي خادر، شاي زعفران، كرك، شوكليت اماراتي. ايوه. ده بالنسبه للشرب. بالنسبه للاكل عندي كباب، دجاج، حله. ما شاء الله. الله يبارك في عمرك. عندي الشاي الخضر بضيف له كمان عليه نعناع وحبك. زين اعمل لي انا خدري حط لي فيه نعناع عينيا. بس. تمام عينيا. وعندي برضه كريم كراميلا وحابب في السويت. بعد سويت عندك؟ عندي كريم ما شاء كراميلا. الله. معايا عندي كيك للشاي. أيوة. وعندي مكسرات. وعندك مكسرات؟ عندي مكسرات طبعا. عندي حتى مكسرات. ساشة لساني طبعا. باين هي نفسها. شكرا. شكرا. اخذت لي شاي خدري. نتمشى. منطقة حلوة جميلة. أجواء حلوة. طبعا هاي الأجواء نحن في السنة بس تجينا مرة واحدة اللي هي شهر واحد. في شهر 12 مع رأس السنة. يعني تخلص مع رأس السنة. تاريخ 1 خلاص عادية انتهت رأس السنة.
وراح يمددوا لها 4 أيام لحد ما ان العالم كلها هاي تفضي المكان هذا خلاص. يعني بعد تاريخ 4 خلاص الناس هذه لازم تكون كلها تركت المخيمات هذه، ولأن المهرجان راح ينتهي على شهر 1 تقريبا، وبالتالي راح يتم إخلاء كل المخيمات هاي، لأن خلاص المنطقة هاي لازم تكون خالية من المخيمات الموجودة هذه، لأن مدة المهرجانات هي المهرجان تقريبا 14 يوم، وهذا شيء جميل جدا. هذا المكان يعلمون الأولاد يسوقون السيارات هذه طبعا على الكمبيوتر، يحطون لهم شاشات يسوقون، يعلمون كيف يسوقون النياسين. كلن يغني على ليلى. يا كيف بعتلي بروحك داري وانت هذا المفروض يكون ملك الشاي، لأن كل شيء عنده شاي. هذه الأصوات يسمعونها يحبون الشباب، لما يسمع صوت القزوزة ولا ما يرتاح أبدا. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، لا إله إلا الله وإلا محمد رسول الله. غايبين بالوقت غايبين، ولا والدراجات الدنيا ما في حد، ما في صوت، ناس راقدين، كلهم راقدين الصبح، صاروا فريخات. والله صراحة ورطة اللي يروحه وعنده أولاد يبغى يلعبون دراجات ما إلا في هذا الوقت يلاعب، لأن هدوء الحين الناس كلها نايمة، هذول كلهم راقدين بايتين الليل كله يلعبون دراجات يرقدون الحين. اللي يلعبون الحين يلعبون، أخذهم متوكل لأن أنا صراحة ما أقدر أكمل يومين 3 ما في نوم وهذه ما شاء الله بعد مخيم الأشقاء العمانيين ما شاء الله. هاي دراجتهم وقفت، نشوف شو مشكلتها. بلاكم حارة، قلناكم الدراجة هذه ما تشتغلون فيها خلاص، خلوها ترتاح، ما تسمعون كلام إلا تبون تلعبون صح؟ الشمس فوق حر موت والدراجة حارة وانتم لا مصرين انها الدراجة لازم تشتغل. يلا السنة هذه الناس تعاني من الحر، السنة هاي العالم كله تعاني من الحر، واللي ما عنده جنريتر يقدر يتحمل انه يشتغل وياه ليل ونهار قوي حق المكيفات راح يتعب في اليوم حقيقة، لأن البرد تأخر، في الليل جو زين في برودة، ولكن في النهار حر. يعني اللي بيليوه لازم يعرف انه هو لازم يكون عنده جنريتر يشغل مكيفات، ولا صراحة بيتعب، الحر بيتعب يهلك. كلها حاطة جنريترات، ما في، إذا ما في جنريتر مستحيل انك انت في الشمس هذه وهذا الحر انك تقدر ترقد او تجلس او ترتاح، الا اذا قاعدين في الظلة ممكن شوية يكون في هويين. الحين يشوفون ان اليوم ما في وايد، في النهار ما تشوفون كثير منهم، ولكن في الليل المكان هذا ما تقدر تمشي فيه، حتى الشرطة تتعب في
تنظيم السير. تصعد تسابق لا ليلك ليل ولا نهارك نهار. الناس هذه اللي تحت المرعب ما اعرف كيف هذيل يجلسون، كيف يرقدون هذيل على هذه الاصوات. والله ما اعرف صراحه، شيء غريب وعجيب. انا بعيد عنهم ومش قادر ارقد من الصوت صراحه، واشوف عمري ان اليوم بسرح. انا ما روميد الصراحه في الاصوات هاي مزعجه بالليل، ما نقدر نرقد. مخيمات ايضا حق الاجار اللي يأجر وما عنده مكان يأجر في هذه المخيمات. شيء في مخيمات فوق وفي مخيمات تحت. اعتقد ان في عوائل، ايضا في للعوائل وفي للبس. انا اقترح بان يسوون بوابات على مدخل تل مرعب في ليوة. يسوون بوابات دخول في الموسم قبل الموسم، واللي بيدخل هني بيأجر. طبعا هو راح يدفع الأجار المخيم ماله، وهذا أجار رمزي، ولكن أنا أشوف أنه مفروض أيضا يسوون بوابة عبور دخول، يدفعون مبلغ، واللي يبغى يدخل يدفع المبلغ رمزي أيضا يدخل سيارته، لأن زحمة السيارات هذه زايدة عن اللازم راح تخف. وفي ناس أيضا ما لها في البر، بس جاي مع الخيل يا شجرة، ويسوون زحمة ويغرزون، بالذات الإخوان الآسيويين يعني ما يعرفون لا يسوقون في البر ولا يسوقون في الشارع. ويجيك في البر هني ويغرز ويبلش العالم وياه، ويشغل الخلق والشرطة والمدنيين يبلشون فيه، يلا طلعوني يلا طلعوني. أكثر السيارات أشوفها أنا من نفس النوعية هاي. لهذا لازم يسوون لهم نقطة دخول، وتكون مبلغ السيارة اللي تدخل تدفع لها مثلا 200 درهم 100 درهم وخلاص، بحيث انه تغل النسبة. فعلا الناس بتدفع، لان اللي جاي يستانس راح يدفع 100 درهم ولا 100. وبعدين ان هذه المبالغ هاي راح تكون حق الخدمات، لان الخدمات اللي تقدم لهم يعني ما ببلاش. انا لو اشوف، بس لو احسب لكم الشرطة بس الامن اللي يحرسون المكان هذا كم عددهم ليل ونهار، حقيقة يعني شيء مخيف. وهذا ايضا تكلفة على الحكومة. لابد من ان نسوي رسوم خدمية استخدام هذه المنطقة هذه السياحية، والكل راح يدفع، ما عندكم اي مشكلة، راح يدفعون. تنظيف، جمع المخلفات، سيارات الماء، سيارات البترول، كلها أشياء خدمية تقدم للناس الموجودين في هذه المخيمات. هذه المخلفات اللي تترك في الطرقات، هذه منو يشيلها؟ هذه؟ تمر عليها سيارات البلدية. سيارات البلدية أيضا بعد مكلفة، بترول ونقل وعمال الموضوع ما بهين، يعني الموضوع أبدا ما بهين. فلهذا أنا أشوف أن لابد من يسوون بوابات دخول ويدفعون. ما في شيء ببلاش، ما يصير نكلف هذه الأشياء كلها على الحكومة. ما يفتون الحكومة، ما تتكلف هذا كله. ما مقصرين، ما مسوين الشيء اللي ما حد سواه، لكن فوق هذا بعد لابد أن يكون في مراعاة لهذا الشيء. يا سلام، شو مسوين؟ ترتيب طال عمرك، مكبوس ترتيب عليك. زارتنا البركة يا أبو سيف، زارتنا البركة. والله متغدى يا ولد الحلال. شو اسوي لك يا رجال؟ يا حسين، هذا الهواوي هاملي؟ لا هذا مرض. هذا الكبري علينا ربع قوم سعود اولنا. لا سعود عملية فزعة صراحة. أبو سيف
ما شاء الله عليك، عيني عليك باردة. اللي نطقت اخوك. منو اللي متعطل منو؟ تعطل اخوك احمد. طول عمره فنان وطايح في هذا. اوه حد يطيح هنا. دوكم صاحيين انتم. اللي يستاهل ابو سيف غسلوه. صراحة غسلوا له يديه وضبطوه الريال ما قصر. نزل الفورد نزل الفورد. نفويوها وهنا. ليل الخبر 8 هذا 8 سلندر 8 خدك المخلوقة من بزر السفارة عند ما كمل جمالك شاعن وروح سب اليومين يطلع الشهر من سب فرقات يا ريم الدين. صالح الحمادي. نعم. كيف الحال؟ طيب الله يسلمك. بشرنا عنك. شرفنا بمعرفتك غالي في تعرفنا عليك. نعم البام هذيلا تعرف عليهم هذيلا. ها؟ احمد والاول. هذا احمد والاول حسن ويوسف. ربعك هذيلا؟ نعم. زين الله يسلمك. يورطونك هذيلا. الله ينور عليك. الله ينور. احمد اللي بيورطوه عوض. تعد قصيد يا صالح؟ نعم. ها؟ لا لا يقولون تعد قصيد. ولا شيء. كيف؟ حب شاعر؟ لا لا ليش؟ عشان شغلك انت؟ ولا شغلي شيء. ركب قبل يمسك كيف. مهندس. كيف تحكم علينا تقول هذا؟ لا والله مهندس. ها؟ والله مهندس كهرباء. مهندس كهرباء؟ اي والله. اللي عاش قايم ومهجورين بغيت تروح بميعود النظارة. Exit the roundabout. مرحبا بلي رحبوا ذنا الاحترام له حنينا واجب نقدر ونتعنى للنسب لي منا وفينا. المنطقة كلها كرفانات أمريكية وهاي كلاس. هاي كلاس. العالم هادي. بس هذا مش أمريكي هذا مش صوباني. هذه قرية ليوة.
ابو سيف بتشارك؟ ابو سيف بيشارك هني، وهاي المشاركة هني كل سيارتين يصعدهم فوق ان شاء الله. توفق ابو سيف ان شاء الله توفق. سيف تراك تطلع مع الجمس هذا، ها؟ مستعد؟ اتمنى لك توفيق. طلع لك الجمس يا ابو سيف، طلع ويا الاف جي. الدين امور طيبه، يلا امورك طيبه. والله ابو سيف انك خسرت، والله لو وياك الجمس هذاك كنت خسرت شراعه. مسجل في الموبايل؟ نعم هذا مسجل. عيال بخليه يطلع روحه. النظام عندهم اللي لازم يكون مسجل، واحد مسجل ولا ما راح يدخل التلفزيون، فياخذون اللي مسجل مع المسجل، اللي ما مسجلين مع بعض لكن ما راح يدخلون في السحب. هالثنين مش مسجلين. التسجيل طبعا اونلاين عن طريق التليفون في التطبيق حتى يدخل في السحب، وهذا هو مسجل في الموبايل ابلكيشن؟ لا هذا مش مسجل. يلا قدموا، اللي يفوز يوقف عند الجنريتر وينزل يسحب. الرام يا الصين بيروح عند اللي له حظ. زين يلا اسمك الكريم؟ عوض. عمي عوض المرر، اخوه ما يصور، هو يتصور عادي. زين الحين هنا هدايا مقدمه من نادي لواء الرياضي برعايه جمعيه الظفره التعاونيه، يمكن من بينهم تلفزيون. اسحب قول بسم الله. شوف لف. مبروك تلفزيون، مبروك مبروك ابو سيف، مبروك ابو سيف. تستاهل 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 يا ابو سيف. نسوي منها الحين عند جمعيه تعاونيه الظفره بيسلمونك التلفزيون ان شاء الله. مبروك مبروك. هديه لك. لا لا حقك والله تشلك. اظني كلهم تلفزيون بس زين مره ثانيه ولا خلاص؟ فزنا بالتلفزيون. سيف فاز يستاهل. 2 3. الاسم عوض المرر. عوض المرر. المرض. ونعم ينام حالك. شارك ثاني مره ولا خلاص؟ شارك قد ما بدك، خلاص حلوه جائزه واحده. لك جائزة واحدة تاخذها وخلاص. نقوله البر مو بحق كل حد. الاخوة الاسيويين الله يهديهم تفكرون انه خلاص ركب سيارة فور ويل انه بيمشي فيها، ما يعرف. الحين لازم نظهرها، فصار له عوض وظهر. الشغلة هذه اللي الواحد دائما يتكلم فيها. يبلشون الخلق بالهواء، بلش يبلشون. ظهرنا ما يبالي شيء الموتر، لكن المشكلة ان الاخوان الله يهديهم اللي مالهم في المكان هذا يورطون العالم وياهم. تعالوا طلعونا، تعالوا سوونا، تعالوا ما ادري تعالوا وصلونا، تعالوا ظهرونا. علي الحسين راح تجيب طالبينك طالبينك عاد. شوف نحن جايين حق التلفزيون. ما في سحب على التلفزيونات. خاربين الربطه وين عادي. يعطيك العافية يعطيك العافية، ما عليك، يعطيك العافية. بعد هذا
ما ادري انا. هذا زين. اليوم راح يكون في سباق في هذا المكان. هذا مقابل المقاهي كلها. نفس المكان هذا راح يكون فيه في راس السنة الألعاب النارية راح تنطلق في نفس المكان هذا. من ابو سيف جالس ريال. الشباب يو هلا. هذا يوسف ابو عبيد، صالح وجاسم. هلا ابو عبيد. وين شرت عني؟ ها؟ سويت في الحركة. شو عندك ربع؟ حي الله ابو سعيد. شو عندك ربع؟ ترى كنا ربع. انتهت رحلتنا حق ليوة. خلاص قضينا وقت جميل والتقينا بالاخوان في ليوة واستانسنا ويا عيالنا اخواننا واصدقائنا اللي حصلناهم. ان شاء الله تكون سنة جديدة علينا خالية من الاوجاع والامراض والمشاكل والهموم. اللهم اجعلها ان شاء الله سنة خير على الأمة الإسلامية يا رب العالمين. وعطنا خيرها إن شاء الله وكفينا شرها يا رب العالمين. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. استانستوا في ليوة؟ انبسطتوا؟ لعبتوا؟